السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أولى إعدادي، قسمة المقادير الجبرية. ده الدرس الأخير في الوحدة التانية. من أسهل الدروس، هو مفهوش قاعدة معينة، بس هو مشكلته إن مسائله طويلة شوية، وده اللي بيلخبط الطلاب. هو بيجي مثلا يقولك اوجد خارج القسمة ويديك مقدار، يقولك المقدار ده على المقدار التاني ده. بص هنعمل ايه؟ سهلة جدا. هنعمل أول حاجة علامة القسمة المطاولة. طبعا فاكرينها، كنتوا بتحبوها جدا. كده بالمنظر ده كده اهو، دي كده علامة القسمة المطاولة. طيب بعد كده هكتب المقدار الأول اللي انت قريته من على الشمال ده كده على يمين الكتاب. اكس أس 2، وسيب مسافات كده يعني، وسع على نفسك، زائد اكس ناقص 12. هتكتب هنا المقدار التاني، اكس زائد 4. بص بقى، هي خطوات محفوظة ومكررة، فانت ركز فيها قوي. بص هتعمل ايه؟ هتقول هنا اكس أس 2 على اكس، اكس أس 2 على اكس، فيها ايه؟ تاني اهو، اكس اس 2 على اكس. تعالى كده على جنب اهو كده، اكس اس 2 على اكس. ايه اللي هيحصل؟ يطلع فيها الاكس، لان احنا في القسمة بنطرح الاسس. طيب خد الاكس دي واضربها هنا، اضربها في المقدار ده كله، مرة في الاكس ومرة في الاربعة، يعني اكس في اكس باكس اس 2 كده، اكس في 4 يطلع موجب 4 اكس، وناخد خط كده اهو. طيب الخطوة اللي بعد كده، غير إشارات المقدار الجديد اللي طلع عندك اللي تحت ده، يعني دي زائد تبقى ناقص كده أهي، ودي في الأصل موجب تبقى ناقص. طيب إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 يروحوا مع بعض كده ويبقى هنا صفر. طيب إكس موجب إكس ناقص 4 إكس، موجب إكس ناقص 4 إكس يطلع سالب كام بقى؟ سالب 3 إكس، لأن هنا إشارات مختلفة، في الإشارات المختلفة بنطرح، هنا واحد وهنا 4. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ كده خلاص طلعنا سالب 3 اكس اهو. مين اللي عليها الدور ينزل؟ سالب 12 دي نزلها كده هنا، تكتب سالب 12، ونكرر تاني نفس الخطوة. هقول سالب 4 اكس سالب 3 اكس على اكس، سالب 3 اكس على اكس اهي على جنب كده اهي، على اكس. الاكس تروح مع الاكس يبقى سالب 3، نكتب سالب 3 كده هنا. وبعد كده نضرب بقى، سالب 3 في اكس، سالب 3 في اكس بسالب 3 اكس، سالب في موجب بسالب، 3 في 4 ب12. طيب الخطوة اللي بعد كده هنغير الإشارات، سالب 3 إكس هتخليها موجب، سالب 12 خليها موجب. طيب هنا 12 ناقص 12 صفر، سالب 3 إكس زائد 3 إكس يطلع صفر. العلامة إن أنت ماشي صح إنك توصل لصفر صفر في النهاية. يبقى دلوقتي أهو بسرعة كده بدأنا، قلنا أول حاجة عملنا قسمة، قسمنا الحد الأول على الحد الأول، يبقى أول خطوة كده هي قسمة الحد الأول على الحد الأول. تاني خطوة ضرب الناتج في المقسوم عليه، ضرب الناتج في المقسوم عليه، ثم الطرح. 3 خطوات أنا مكتوبهم لك. أول حاجة قسمة الأول على الأول، 2 ضرب الناتج في المقسوم عليه اللي هو ده. طب رقم 3 بقى والأخيرة بعد كده، طرح طرح المقدارين، ونكرر. سؤال تاني قسمة، اوجد خارج القسمة. جه قال لي بقى، جه قال اكس أس 2 ناقص 64 على اكس ناقص 8. الموضوع هنا سهل جدا. بص نفس الكلام بالظبط، هنعمل علامة القسمة المطاولة هنا، هنكتب هنا اكس أس 2 ناقص 8. بس بص بقى هنعمل ايه؟ هكتب اكس أس 2 هنا كده اهي، المفروض بعدها يكون اكس. طب مفيش اكس هنا، خلاص سيب مكانها فاضي، واكتب هنا سالب 64. هي دي الحقيقة الخدعة بس الزيادة في المسألة دي. اكس أس 2 اهي، المفروض يكون فيه هنا اكس، مفيش اكس، سيب مكان فاضي، اكتب سالب 64. طيب وهنا اكس ناقص 8. طيب نبدأ بقى نكمل. هنيجي نقول نفس الكلام بالظبط. أول خطوة كنا نقول قسمة الأول على الأول،
إكس أس 2 على إكس فيها الإكس. طيب بعد كده اضرب الناتج في المقسوم عليه، إكس في إكس بإكس أس 2، إكس في -8 بسالب 8 إكس. نعمل كده بعد كده نطرح، يبقى غير الإشارات دي زائد دي إشارتها موجب تبقى ناقص، دي سالب تبقى موجب، دول هيروحوا مع بعض كده يبقى صفر، وهنا يبقى 8 إكس تنزل ناقص 64، ونكمل 8 إكس على الإكس يبقى قسمة الأول على الأول يطلع فيها زائد 8، نضرب الناتج في المقسوم عليه، إكس 8 في إكس ب8 إكس، 8 في -8 يطلع -64. هنا دي موجب تبقى سالب، سالب تبقى موجب، يبقى هنا صفر هنا صفر، ويخلص الكلام على كده، يبقى الناتج إكس زائد 8. طيب سؤال تاني، بيقول إذا كان إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد إم يقبل القسمة على إكس زائد 3، اوجد إم. يعني أنا عايز قيمة إم. كلمة يقبل القسمة دي خد بالك معناها إيه؟ يعني خليك نصح كده، معناها إن هيطلع في النهاية الناتج صفر صفر كده. طيب بص تعالى هنعمل إيه؟ تعالى نعمل كده أهو ونشوف هنوصل لإيه. هنكتب هنا المقسوم إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد إم، وهنا إكس زائد 3. طيب إحنا هننفذ القسمة عادي جدا لحد ما أوصل للإم. طب نشوف، إكس أس 2 على إكس فيها الإكس. طيب اضرب إكس في إكس بإكس أس 2، إكس في 3 ب3 إكس، طبعا هنا زائد، غير الإشارات دي ناقص وهنا زائد تبقى ناقص، دول يروحوا مع بعض كده عشان متشابهين، هيبقى -5 إكس ناقص 3 إكس، -2 إكس ناقص 3 إكس، -2 إكس ناقص 3 إكس يطلع -5 إكس. طيب الدور على مين بعد كده؟ على الإم. نكرر العملية تاني، -5 إكس على إكس يطلع -5، نضرب -5 في إكس ب5 إكس، -5 زائد 3 يطلع سالب كام بقى؟ 15. طيب هو قال لك كلمة يقبل القسمة، عارف معناها ايه؟ معناها ان انت دلوقتي هتغير الاشارات، يبقى دي ناقص تبقى زائد ودي ناقص هتبقى زائد. حلو كده الكلام؟ اه. طيب بعد كده المفروض يقبل القسمة يبقى يطلع كده صفار. طب دول فعلا مختلفين نروح مع بعض. طب الام دي عشان تروح مع ال15 يبقى صفر، يعني كأن المعادلة تبقى كده ام زائد 15 يساوي صفر، ده زائد ده بيساوي صفر. حلو، يبقى ام بكام؟ ودي دي الناحية التانية، ودي 15 الناحية التانية تبقى كام؟ ام بتساوي -15، وتخلص المسألة على كده.